ميكي ماوس واللعبة الضايعة. يا حلاوة، اسمع كلام مين انا دلوقتي بقى؟ وزي ما انتوا شفتوا في القصة بتاعتنا يا صحابي، دلوقتي ميكي محتار ومحتاج مساعدتكم. تحبوا ان هو يسمع كلام ابو طويلة ولا يسمع كلام بندق؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. واللي كسب معانا الفوت النهاردة هو بندق. ما تيجوا نشوف القصة هتمشي ازاي. بعد التفكير العميق انا قررت جديا ان انا هسمع كلام بندق وامري لله. طيب يا بندق، ممكن تقولي شوية معلومات زيادة؟ يعني امشي من انه شارع مثلا، شفتها مع حد، اي حاجة. أكيد طبعا، أنا شفت أولاد موسي معاهم حيوان رنة كده، كان قطيفة وشكله كتكوت. أنت عارف موسي صح؟ الراجل ده اللي ساكن في الحي هنا. ايوه انا عارف موسي على فكرة، هو ساكن في اخر الشارع تقريبا، وهو بصراحة راجل محترم قوي، ما شفتش منه اي حاجة وحشة. أنا شايف بصراحة أحسن حل إنك تروح لهم وتسألهم عن الغزالة بتاعتك. انا شايل الهم قوي بجد، مش عارف ليه مش مرتاح. انا حاسس كده ان اولاد موسي مش هيبقوا مبسوطين اكيد، يعني ان انا هاخد منهم الغزالة. ادينا وصلنا اهو، هو ده بيتهم فعلا يا اخي. صدق اللي قال مش بالفخامة ولا بالفلوس. او شوف بيتهم اهو بسيط وجميل، مش قصر يعني، لكنه مريح قوي. هاي، مساء الخير. ازيك يا جينيفر؟ ازيك يا ناثان؟ شكلكوا كده بتلعبوا وبتقضوا وقت حلو. بتلعبوا لعبة ايه بقى؟ هاي مساء النور، ازيك يا استاذ ميكي؟ احنا مبسوطين قوي اننا شفناك. شفت يا استاذ ميكي؟ شفت احنا لقينا ايه؟ احنا لقينا الرنة الجميلة دي في الشارع النهاردة. قلبي كان حاسس دي بتاعتي، اكيد بلوتو جيبيها هنا. انا وناثان مبسوطين جدا. احنا بصراحة ما جالناش هدية السنة دي خالص، بس دلوقتي هنقدر نلعب بالغزالة الجديدة دي. جيني، ناث، ما تضايقوش أستاذ ميكي. لا خالص والله، احنا بندردش كده مع بعض، ما تقلقش، مش مضايقني في اي حاجة خالص. انا كده اقدر اسيب الغزالة بتاعتي وانا مطمن وعارف انها بقت في ايد امينة. بتاعت حضرتك؟ تقصد ايه يعني؟ لا ما اقصدش حاجة. الحقيقة مش عارف يعني. قول اللي عندك يا ميكي. انت صحيح عندك مواهب كتير وشطور في كل حاجة، لكن مش شطور قوي في الكدب ويبان عليك. دي البلوتو. على طول بلوتو بيعمل مشاكل. والله عندك حق، عشان كده بحبه قوي بصراحة، بيسليني. خليكم مؤدبين ورجعوا اللعبة لأستاذ ميكي يا ولاد. احنا اسفين اننا خدنا الغزالة بتاعت حضرتك يا استاذ ميكي. اتفضل خد الغزالة بتاعتك. ايه؟ لا طبعا مستحيل، خلوها بجد، مش هينفع اخدها، اعتبروها هدية مني، ده عيبة في حقي. واو، فعلا بجد؟ يا أستاذ ميكي والله أنا مش عارف هينفع فعلا ناخدها ولا لأ، أنا بس مش عايزة أحطك في موقف محرج. لا أرجوك ما تكسفنيش، دي هدية مني أنا وميمي للولاد. في الواقع انت عارف، أنا جاتلي حتة فكرة هدية لميمي